وهيفيد بايه انك معايا ومش طايلك؟ يا سيدي اعتبرنا في فترة خطوبة. خطوبه؟ خطوبه ايه يا شريف؟ هو احنا لسه هنتعرف على بعض؟ يا حسن أنا في فترة صعبة، نفسي مرة أحس إنك حاسس بيا، مش إنك ضاغط عليا كده طول الوقت. وهو جوازنا بقى ضغط؟ دلوقتي عايز تسمعها؟ أديني سمعتها لك. تمام. اتقمص بقى واجري زي العيال. وانت عايزاني يعني اقعد اسمع اكتر من كده؟ لا، عايزاك تفكر فيا وتحس بمشاعري. يا حسن أنا عايزة يوم ما أتجوزك أبقى مبسوطة عشان أعرف أبسطك. عايزة أبقى شريفة اللي في خيالك وأعوضك وأعوض نفسي عن كل اللي فات. شريفة انا الكلام ده سمعته كتير وصبرت، بس مفيش حاجة بتحصل. هانت والله. وأنا عشان كنت عارفة إنك هتتكلم في الموضوع ده النهاردة فكرت لك في فكرة ب1,000,000 جنيه هتخلينا ليل ونهار مع بعض. إيه رأيك تبقى مدير أعمالي؟ انا بفهم ايه انا في التمثيل والحاجات دي؟ لا التمثيل ده سيبهولي، ده لعبتي. إنما أنا عايزاك تبقى معايا في الحاجات اللي أنا ما بفهمش فيها. أنا داخلة على دنيا جديدة خالص، عقود واتفاقات، خايفة حد يضحك عليا. ايوه يا شريفة بس انا عشان خاطري، عشان خاطري. وأنا وعدك أول ما أخلص الفيلم هعلن خطوبتنا. خطوبة تاني يا شريفة؟ بلاش طمع. انت عارفة ان زينات فرحها النهاردة؟ عادل قال. مش عارفة هي مستربعة على إيه، هي حر. بس أنا مش زينات يا حسن، هي حاجة وأنا حاجة. عايزة أسألك سؤال بس خايفة تزعل. عمري ما ازعل منك يا زينات. خير؟ طب أنت ليه شلت كل صور مراتك وبنتك من الشاليه؟ وانتيش عارفك ان كان في صور اصلا؟ الفيلا كلها صور ليهم وهنا مفيش، يبقى أكيد شلتهم. يعني انتي في شهر عسل وكده خفت تزعلي؟ لا طبعا. على فكرة أنا حبيت حبك ليها وحبها ليك، وعمري ما غيرت منها، بالعكس ده خلاني أحبك أكتر. ممكن ترجعهم بقى؟ بجد؟ أيوه. بصراحة يعني ما كنتش متوقع انك ممكن تطلبي طلب زي ده. ليه؟ على فكرة يا مروان، أنا قابلك بكل ظروفك زي ما أنت قابلتني بكل ظروفي. في حاجة واحدة بس اللي أنا قلقانة منها، السرعة. كل حاجة جت بسرعة. هتصدقيني يا زينات لو قلت لك ان انا من اول ما شفتك في حاجة نورت جوايا، بعد ما كانت الدنيا ضلمت خالص. يعني مش هيجي يوم وتحس إن أنت اتسرعت تقول بقى أنا خلاص أنا زهقت وعايزة أسيبها؟ الحب الحقيقي ملوش دعوة بالوقت، ساعة زي يوم زي سنة، بالعكس ممكن يزيد. وانا حبيتك من اول ثانية شفتك فيها يا زينات. إن شاء الله يخليك. ان شاء الله يخليه يا رب، يطرح في عمرك البركه يا اختي. بيتهيألي في الظروف اللي زي دي بنقول مثلا ايه وانا كمان يا مروان حبيتك من اول ثانيه شفتك فيها، او ان شاء الله يخليه. ماشي. حاضر. ما أنا بقول لك كل حاجة جت بسرعة. اتفضلي. أنا طالعة لكم لايف النهاردة من لوكيشن تصوير فيلم الجديد الهانم ومساحة السلالم. بإذن الله هينزل في العيد الصغير، يا رب يعجبكم. الواد العسل اللي جاي ده بقى سليمو، مدير إنتاج الفيلم بتاعي. تعالى يا سليم وسلم على الأرترس بتوعي. ميرسي يا أستاذة، ربنا يخليك. أهلا وسهلا. عايزك في كلمتين. طيب استناني دلوقتي. في آخر اللايف عايزة أشكر كل الناس اللي بتدعمني والجثث اللي بتحرق كتير وبتنط في بسين مش بسينها. أنا فاهماكوا كويس، انتوا متغاظين مني عشان مش عارفين تبقوا زيي، بس أنا بوعد كل اللي بيحبوني اللي فات مات واللي جاي بإذن الله هيكون كله مفاجآت. يلا باي عشان أنا ستاند باي. في إيه يا سليم؟ خير قول. الراجل صاحب اللوكيشن بتاع بكرة مش عايزنا نصور، عايز دفعته متأخرة. وانت مأخر عليه الفلوس ليه؟ ما تشغل الشغل. شغل شغل إيه؟ ما أنا لو كان معايا فلوس ما كنت اديته. طب إيه؟ أوردر بكرة ده هنشتغل ولا إيه النظام؟ لا طبعا، فركش بقى لحد ما اروح البنك يوم الاحد. مين اللي عمال يكلمك كل شوية كده؟ ده كرم عايزني في شغل.
ومين المكالمة اللي قبلها؟ مازن عايز في نفس الموضوع، بس انا مش ناوي ارد. انا في اجازه وشكلها تبقى اجازه طويله، اجازه على طول. يعني ايه اجازة على طول؟ والله يا زينات انا حياتي كلها قضيتها في الشغل. شغلي كان هو متعتي الوحيده، والراحه اللي انا حاسسها دلوقتي دي بقالي كتير قوي ما حسيتهاش. مخليني مش عايز ارجع للضغط والصراعات. انا بفكر اصفي كل حاجه. انا عندي اللي يكفيني وزياده. يا لهوي، والموظفين اللي عندك والناس اللي فاتحة بيوتها من وراك، كل دول يروحوا فين؟ مروان، انت مش بني ادم لوحدك، انت عالم كبير بحاله تعبت عشان تبنيه، وعمرك ما هتبقى مبسوط لما تسيبه. خد اجازة براحتك يا سيدي وطول فيها، بس لازم ترجع شغلك. شايفه كده؟ ايوه طبعا شايفه كده، وشايفه كمان ان انت ترجع تكلم كرم. يلا. حاضر. ايوه يا كرم. مروان بيه، معلش بدوشك. مازن بيضغط في صفقة واد منصور، قلت اعرف رايك ايه؟ خايف ياخد قرار ما تبقاش راضي عنه. هو بصراحه انت دوشتني فعلا يا كرم. هو انتوا ليه مش عايزين تفهموا ان انا في شهر عسل؟ ما تاجل لغايه ما ارجع يا كرم. لا يا فندم، الميتنج كمان ساعتين، ما ينفعش يتأجل، لازم قرار دلوقتي. خلاص اعملوا اللي انتوا عاوزينه. باي. ايه ده؟ مروان اللي انت عملته ده غلط يا حبيبي. الدنيا مش هتقف عشان احنا في شهر العسل. شوف شغلك وبطل دلع. وعلى فكره انا مش زعلان. طب ايه رايك؟ انا عندي فكره احسن. ايه رأيك يا أستاذة؟ زي الزفت. الماتيريال الزباله دي ما بطلي استرخاص بقى. ده إف سان لوران، ده أغلى وأعلى حاجة في السوق. يبقى العيب في ايدك بقى مش في الماتيريال. ليه بس كده؟ طيب حضرتك عايزة إيه اللي يرضيكي؟ تمسحي وشي وتعيدي الميك اب من اول وجديد. معقول؟ بس نهى مساعدة المخرج كانت مستعجلة جدا. نهى دي مين دي؟ دي بنت منمله، وبعدين انا هنا المنتجه، يعني كل الوقت ده بفلوسي. انا عايزه الكروكسي يا وفاء، الجزمه ارصع السمانه. حاضر يا مدام. اتفضلي. قلعيني. حاضر. ايه ده؟ ما تقصي ضوافرك بقى، خربشتيني. معلش انا اسفه. ادخل. سيبونا دلوقتي لوحدنا، اتفضلوا. خير يا جلاب المشاكل، وشك بيقول جاي بنصيبه. كروت التصوير كله واقف لي تحت، حالفين ما يصوروا غير لما ياخدوا فلوسهم. يعني ايه؟ ما شركات الانتاج كلها بتتاخر في الدفعات، جت عليا انا؟ خلاص خليهم يمشوا، وانا بكره هجيب كرو غيرهم. والله يا باشمهندس وائل، انا تعبت جدا عشان اقنع مروان انه يسيبني في الموضوع ده لوحدي. ده احسن في كل الحالات، وطبعا عمولتكم محفوظه. احسن حاجه انك فاهم الدنيا يا باشمهندس. مساء الخير. اهلا. ازيكم عاملين ايه؟ ازيك يا مروان باشمهندس بيه؟ وائل؟ اهلا وسهلا. الأخبار؟ ازي حضرتك؟ المدام. طبعا شفتها في الفرح. الف مبروك يا زينات هانم. الله يبارك فيك. طيب سيبكم تكملوا ميتنج وهنقعد هنا على اذنكم. ما تيجي اتفضل تقعد يا معانا يا مروان بيه طالما انت موجود. لا كملوا مع مازن. كنا بنقول شراكه كبيره بيننا يا وائل بيه، ها؟ طبعا، ومكسبها مضمون، مش مره واحده وبس، ده على طول مستمر زي ما فهمت مازن بيه. على فكره دراسه الجدوى مبشره جدا، ولا ايه يا مازن بيه؟ مازن بيه. مازن بيه. ايه؟ انا اسف معلش، اصل مروان كان وحشني يعني مش عارف اركز. طب ايه؟ اقوم امشي ولا ايه؟ لا خليك عشان بالمره تسمع الشرح. استاذنك يا باشمهندس وائل، ممكن تشرح مره كمان؟ اكيد طبعا. المشروع اللي هنشتغله هيبقى الاول من نوعه في الشرق الاوسط،
والنوع ده من المشاريع ما ينفعش يقوم بيه كيان لوحده مهما كان كبير.